اولا انا مش عارف ازاي يبقى محل راكب الترند ويبقى عنده الزحمه دي كلها وكميه المبيعات ديت، والبيف فيكن بتاعه يبقى بالمنظر دوت ني ويتعب البطن. عموما يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا النهارده من وهمي اللي في شهر واحد فتح اكتر من فرعنا النهارده في اكتوبر، والاسعار عنده متفاوته. قلت بقى اختار ايه، سندوتش غالي وسندوتش رخيص، بس للاسف ارخص سندوتش عنده اللي هو كان برج الفضاء ما كانش موجود النهارده، وخليت الكاشير هو اللي يرشح لي السندوتش التاني. واول ملحوظه معانا النهارده الباكنج بتاعه محترم جدا، شنطه كرتون وعلبه لكل سندوتش بمحتويات، ومعاهم ازازتين من البيبسي، ومعاهم بقى كفر صغير كده فتحناه وشفنا ايه اللي جواه، عباره عن شوكه ومنديل وايبس وجلوفز. من وجهه نظري من اهم اسباب نجاح المحل ده الباكنج المحترم بتاعه. يلا بينا بقى نلبس جلوفز ونبدا رحلتنا الجميله النهارده. واول سندوتش معانا كان برجر سيزر، وكان سعره 175 جنيه، والمميز ان هو كاتب في المنيو بتاعه جنب كل سندوتش فيه كام كالوري، والسندوتش ده كان فيه حوالي 1300 كالوري. وكل سندوتش بينزل معاه شويه من الفرايز وحاجه ساقعه وقطعتين من الكورن. الكورن كان بالنسبه لي طعمه غريب، ولا هو مسكر ولا هو مالح، ما عجبنيش. انما تخش على البطاطس كانت مليانه بهارات ومش شاربه زيت، والبطاطس كده الواحده بوحدتها. طعم البطاطس الصراحه كان جامد جدا، بس الاهم بالنسبه لي من ده كله السندوتش نفسه. يلا بينا نخش نتفرج على السندوتش عامل ازاي. سلطه سيزر، قطعتين من البصل حلقات، وخس وخيار مخلل، كل ده تحتيه فرشه من صوص الوهم المميز. دقت اول حاجه البصل لوحده، البصل بصوص الجبنه اللي عليه، واخد البصل كده بالقرمشه بالبريدنج اللي عليه في حته تانيه خالص. البصل بتاعه الصراحه جامد جدا. يلا بينا بقى مع اول قطمه من السندوتش، اللي الصراحه الجبنه كانت بتبظ من كل حته، حته اللحمه كده طريه بتدوب في بقك، ميكس الصوصات مع حته اللحمه المشويه بطعم وريحه الشوي اللي واصله لكل حته، مع شويه البصل والخس والخيار. السندوتش ده جامد جدا، يستحق السعر ده بصراحه. لما يبقى السندوتش بالكميه ديت ومعاه فرايز ومعاه كورن ومعاه بيبسي، كل دوت ب 175 جنيه، يبقى هنا قيمه مقابل سعر. اللحمه بتاعته مميزه جدا، طريه ناعمه في البق وبتدوب. وندخل بقى على اغلى سندوتش عنده، السندوتش ده لوحده فيه 1500 كالوري. يلا بينا ندوق السندوتش ده فيه ايه زياده عن السندوتش التاني. اول حاجه الموتزاريلا ستيكس اللي ما كانش بيتنط خالص، بس الصراحه الغلطه دي من عندي انا، عشان قعدت نص ساعه بدور على مكان اصور فيه، بس هي الجوده بتاعت الجبنه بتاعتها ما كانش افضل حاجه. وطبعا خلاص احنا اتفقنا ان البطاطس بتاعته جامده جدا، والبهارات اللي بيحطها مميزه جدا. نخش نتفرج على السندوتش اللي بجد مليان حشو على الاخر. بس زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو البيف فيكن بتاعه ني خالص، تقريبا ما نزلش على النار، كان بيعض وكان طعمه وحش جدا للاسف. ودي غلطه تبوظ لك طعم السندوتش كله، عشان كده انا شلتها من السندوتش خالص وبدات اخد اول قطمه، اللي الصراحه نفس الطعم بتاع السندوتش الاولاني، مع اختلاف صوص الرانش معلي التيست جدا جدا. وزي ما انتم شايفين كده الجبنه برضو بتبظ من كل حته. السندوتشات بتاعت وهمي خطيره بالنسبه لي، كانت تجربه كويسه جدا. انا شايف وهمي لو فضل ماشي بنفس النظام ده في خلال سنه بالظبط هنشوف تجربه بلبن تاني في مصر. وكمان بيطلع مع كل سندوتش مشروب غازي، والميزه اللي فيها انها مش مقاطعه واسمها ماكسي. الكولا بتاعتها كانت طعمها حلو، بس طعم الكولا بتاعها كان خفيف شويه. بس اللي عجبتنا اكتر اللي كانت بطعم التفاح، كان طعمها وريحتها جامدين قوي.